إيه، وكان بعض العلماء اتكلموا إن إحنا السنة كمسلمين كلها بالمعنى العام، يعني شُفت أحد العلماء كان بيشرحها بطريقة بسيطة عامية يعني، إن خلاص إحنا طول السنة أعمالنا كلها خلاص بتُرفع كلها وكتابنا كل شيء عملناه بيُرفع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم وينظر فيه. فكلمينا عن هذا نعم. الأمر، هل هذا المعنى صحيح وما المقصود برفع الأعمال؟ هقول لك بقى على مفاجأة حلوة قوي في الجزئية والسؤال الجميل اللي سألتيه دوت. إمم. تعرفي إن إحنا رمضان اللي فات لسه ما اترفعش. هيترفع إمم. لسه شعبان ده. هيترفع في يعني شعبان ده، هيترفع شعبان اللي إحنا شعبان فيه ده. إمم. يعني هو كان من ضمن السنة اللي هيترفع فيها الأعمال بتاعتي، اللي هي رمضان اللي فات لسه هيرفع في شعبان ده. إمم. يا انت الله! متخيله دي ناس ممكن تكون يعني ما عندهاش ما الفكره او ما عندهاش عندهاش المعلومة المعلومه دي. دي. إمم. لا، مش موجوده، لان انا حصاد السنه كله بيرفع في هذا الوقت. يعني كانك ماسكه دفتر بتكتبي فيه، بتسجلي فيه، بتدوني فيه الحاجات الكويسه والحاجات الوحشه، الحاجات الكويسه والحاجات الوحشه. وبتيجي في وقت معين الدفتر بينتهي ورقه، فبتتوقفي فبتقفليه وبترفعيه لمكان معين، وبتفتحي دفتر جديد من اول وجديد. فالصحائف بتاعتنا بتغلق للعام دوت او للسنه ديت اللي فيها مثلا شهر شعبان الايام ديت. بتغلق هذه الصحائف وبترفع لله عز وجل، عشان خلاص بقى يسجل بيها عملي. ومن ضمن إمم. هذه الصحائف بتاعتي صحيفتي بتاعت شهر رمضان الماضي. إمم.